وقف القلم للورقة يتكلم، يبكي ويصرخ وهو يتألم. كيف أقف أمامك اليوم منهزم؟ ألست أنت الورقة التي أشكو لها الألم؟ ألست الورقة التي أسطر فيها حروف أحزاني وأشكي بك الأوجاع بالقلم؟ ألست أنت الورقة التي أرى فيها كل أحلامي؟ تركت قلمك يكتب كيفما يشاء، تركت قلمك يكتب كيفما يشاء، وأنت يا قلم لم تشعر يوما إني منك أتألم. ألم تعلم أن أوجاعك تقتلني؟ ألم تعلم أن الكلمة كما كانت تقتلك تصبحني؟ صبرت عليك، صبرت عليك كصبر الورقة للقلم، ولم ترحمني يوما وأنا أراك تتألم من الرأس للقدم. باتت كلماتك مكتوبة بي تحيرني وأنا أتصفح بك، وكأن البحر من الأحزان يحتضر. كيف للشوك أن يكتب دون أن تحترق الأوراق من الألم؟ ألم تعلم يا قلم أن الكلمة كحد السيف تقسمني؟ ألم تعلم إنها كما كانت تعلمني باتت لتقتلني؟ كنت تظنها كلمة، كنت تظنها كلمة، ولكنها سارت في الأعماق تدمرني. رأيت فيك الصمت من الأحزان يتكلم، ويصرخ بأعلى الصوت من الأوجاع يتألم، والسطر يعلو فوق السطر وكأن البحر في حالة رعب ومن ثوب الماء ينفصل. رأيت فيك الفجر الذي كان في ضي نهار العمر يرتسم، قد حل مكانه الصمت في ظلمات الليل في كهوف الحزن يعتصم. أين حروف النور؟ أين حروف النور التي كانت بين السطور ترتسم، التي ننسى بها الأوجاع ومن الأطلال ننفصل؟ ألم تشتاق يوما، ألم تشتاق يوما لنور الشمس في نهار العمر يبتسم؟ ألم تشتاق لضي الفجر يرتسم؟ شكوت إليك الحزن في القلم، شكوت إليك الحزن في القلم، وكأن الحروف في الأوراق في ساحات الحرب تقتتل. فلم تسمع سوى نبض الحزن في القلم، ومن الأحزان في غيابات الصمت تنكسر. بقلم محمد العرفي.